الكشري مش محتاج مقدمة. هو أشهر أكلة مصرية لأسباب كتير. في الفيديو ده هقول لكم ازاي عملته زي المطاعم، وهقول لكم بالتفصيل طريقة كل حاجة من أول البصل المقرمش للرز والعدس والمكرونة، وكمان للصوصات اللي بتتحط عليه. وأول حاجة بدأت بيها وهي اللي لازم تبدأوا بيها الكشري هي البصل. انا بحب البصل يبقى باين حتت كبيرة كده، ما يبقاش مفروم خالص زي ما بقت مطاعم كتير بتعمل دلوقتي. فقطعت بصلتين كبار بالشكل ده اللي هو بيسموه أجنحة. بعدين نقلت البصل ده في بولة وفرقته كويس عن بعضه، وغطيته بمعلقتين كبار نشا. وغطيت البصل بالنشا ده كويس لحد ما كل بصلة اتغطت من كل حتة بيه. ده اللي هيدي البصل قرمشة ويخليه حافظ كمان على قرمشته. مهم برضو عشان البصل يقرمش انكم تقلوه في زيت غزير على درجة حرارة عالية. حطيت بصلة في الزيت عشان اتأكد ان الزيت سخن قبل ما احط بقية البصل. لما لقيت طلعت لفوق كده والزيت بقى بيغلي حواليها جامد، حطيت كمية بصل كبيرة بس ما زحمتش الطاسة عشان لو اتزحمت قوي برضه مش هيقرمش. ولازم يبقى الزيت سخن وانا بحط فيه البصل. سبت البصل يتقلي وما كنتش باجي جنبه غير قليل قوي، ولما وصل للون الذهبي الحلو ده بتاع بصل الكشري صفيته من الزيت. وهو لسه سخن كده رشيت عليه ملح. لازم اوزع كمية البصل على الحاجة اللي انا مطلعه عليها عشان يوصله الهواء وما يغطيش بعضه، لانه لو اتغطى هيحبس الستيم وهيطرى. وعارفين قلتلكوا ليه اول حاجة لازم تبدأوا بيها الكشري هي البصل؟ عشان ده الزيت بتاعه هو هيبقى الاساس في طعم كل حاجة تانية. لما برد شوية بس صفيته في ازازة سكويز عشان اعرف استخدمه بسهولة في المكونات الجاية. عادة المكونات الجاية دي بعملها مع بعض في نفس الوقت، يعني بعمل الرز وهو بيستوي بعمل العدس وجنبيه بسلق المكرونة، والحركة دي هتختصر معاكم وقت كتير جدا. بس للفيديو ده علشان الشرح يبقى واضح هوريكم ازاي عملت كل حاجة لوحدها. أول حاجة عملتها هي العدس. عدس الكشري عادة بيبقى العدس الأسود ده. في ناس بتعمله ميكس بين الأصفر والأسود، بس الأصل هو الأسود لوحده. حطيت منه كوباية في مية مغلية على نار متوسطة وسبته يغلي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق دول شلته من على النار وصفيت المية اللي هو كان بيغلي فيها وبدلتها بمية جديدة نضيفة. الحركة دي هتختصر وقت نقعه. وبعد ما غيرت المية لكوباية العدس دي حطيت معلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كمون، وفي رأيي مش محتاج أي إضافات تانية. سبته يغلي لحد ما استوى بالكامل، بعدين صفيته وكده بقى جاهز. قلبته بس بعدها في معلقة كبيرة من زيت البصل. بعديه سلقت المكرونة. عشان ادي طعم للمكرونة في السلق حطيت على المية معلقة كبيرة ملح وحوالي معلقتين لتلاتة كبار من زيت البصل. عادة مش بحط زيت على مية المكرونة، بس عملت كده المرة دي عشان اديها طعم الكشري. والكشري عادة بيتعمل بشكلين او اكتر من المكرونة. انا استخدمت مقصوصة كبيرة اللي بيسموها خواتم، ومعاها سباجيتي. استخدمت 200 جرام اللي هو نص كيس من كل شكل، وعشان الشكلين انا جايبهم من نفس الماركة فسلقتهم مع بعض في نفس الحلة في نفس الوقت، وطبعا على نار بين العالية والمتوسطة. وفي غلطة عملتها هنا وهي اني نسيت اكسر الاسباجيتي، ففضلت طويلة وصعبة تتاكل بالمعلقة في الاخر. الاحسن تكسروها نصين او 3 تلات كمان. سبت المكرونة تتسلق بس كل فترة كنت بقلبها تقليبة لحد ما المكرونة استوت بالكامل. عارفين ساعات لما بتاكلوا كشري وتيجي تحطوا عليه الصلصة والدقة تلاقيهم ما مسكوش على الكشري وبقوا موقعين تحت في الطبق كده؟ الحل للموضوع ده هو حاجة بصراحة محلات الكشري مش بتعملها، بس الشيفs الإيطاليين بيعملوها في الباستا. والحاجة دي هي إني أخدت كوباية من المية اللي سلقت فيها المكرونة قبل ما أصفيها. هقول لكم عملت بيها إيه بعد شوية. وكده المكرونة بقت جاهزة. بعدها عملت الرز. في البيت اختصارا للوقت عادة بنعمل الرز والعدس على بعض، مش كل واحد لوحده. بس في معظم المطاعم هتلاقوهم فاصلين الرز لوحده والعدس لوحده، عشان كده في الفيديو ده برضو فصلتهم. والرز هو رز مصري بالشعرية عادي جدا. الأول سخنت شوية من زيت البصل على نار بين الهادية والمتوسطة، وحطيت فيها نص كوباية شعرية، وقلبت الشعرية في الزيت لحد ما اتحمصت كويس. لما وصلت للون ده حطيت عليها كوباية ونص رز مصري مغسول ومتصفي، وقلبته لحد ما المية اللي على الرز اتبخرت بالكامل والزيت غلف كل حبيبات الرز والشعرية كويس. وعليهم حطيت كوبايتين ونص مية مغلية اللي هو مرة وربع كمية الرز على الشعرية، وتبلتهم بمعلقة صغيرة مليانة ملح وبس. مش محتاجين توابل تانية، الكشري فيه أطعمة كتير. غطيت الحلة ووطيت النار على أهدى حاجة في البوتاجاز وسبته يستوي على نار هادية. بعرف انه استوى لما افتح عليه والاقي ان نص الحلة من فوق استوى كويس، كده معناه ان الباقي برضو استوى، وكده بقى جاهز. وكده برضو كل مكونات الكشري جاهزة، فاضل بس الصوصات. واول حاجة فيهم هي صلصة الطماطم. عشان اعمل كمية تكفي الكشري ده ضربت 4 كوبايات عصير طماطم في الخلاط.
وفي حل على نار متوسطة سخنت شوية من زيت البصل وحطيت فيهم 8 فصوص توم مهروسين. هتحسهم كتير بس التوم برضو من الأطعمة الأساسية في الكشري. قلبت التوم بس ثواني لحد ما ريحته ظهرت، وحطيت عليه من ربع لنص كوباية خل حسب بتحبوا المزازة قد ايه، وكمان عصير الطماطم المتصفي، و4 معالق كبيرة معجون طماطم. وتبلت كل ده بمعلقة صغيرة ملح ومعلقة صغيرة كمون ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ونص معلقة صغيرة سكر، وقلبت كويس. وفاكرين مية المكرونة اللي شلناها من شوية؟ حطيت منها ربع كوباية بس على الصلصة دي عشان تخليها تمسك كويس على الكشري. سبت الصلصة دي تغلي على نار هادية لحد ما لونها وريحتها بقوا أقوى، وهنا دقت عشان أشوف لو محتاجة ملح، وكده بقت جاهزة. بعدها عملت الدقة. برضو سخنت زيت البصل على نار متوسطة وحطيت فيه 5 فصوص توم مهروسين وقلبتهم ثواني لحد ما ريحة التوم ظهرت. وقبل ما يتغير لونه حطيت نص كوباية خل وربع كوباية من مية المكرونة عشان برضو تقل قوامها شوية وتخليها تمسك أحسن على الكشري. تبلتها بس بمعلقة صغيرة ملح وقدها كمون، وأول ما بدأت تغلي شلتها من على النار وكده بقت جاهزة. ودي برضو لما بردت نقلتها في ازازة سكويز عشان اعرف ارجها بسهولة قبل ما استخدمها لانها لازم تترج. اخر صوص بقى هو الشطة. دي عملتها ميكس بين الشطة الزيت والعادية، هوريكوا ازاي. حطيت حوالي 4 معالق كبار من زيت البصل في طاسة من غير ما اشغل النار، وحطيت عليهم 4 معالق صغيرين شطة، وهنا شغلت النار على درجة حرارة هادية وفضلت اقلب. ببدأ بدرجة حرارة هادية كده عشان ادي فرصة للشطة انها تفرز طعمها في الزيت. بعد ما لون الزيت بقى احمر من الشطة واول ما بدأ يغلي حطيت معلقتين كبار من الدقة، حطيت عليه من نص كوباية لكوباية من الصلصة اللي عملتها. زودوا كمية الصلصة لو عايزين الشطة تبقى باردة اكتر، وقللوها لو عايزينها حرقة اكتر. وقلبت كويس وكده بقت جاهزة. وخلاص كده كل المكونات بقت جاهزة ومش فاضل غير رص الطبق. أول حاجة في الطبق من تحت هي المكرونة، عليها الرز بالشعرية وفوقيه العدس. أنا بحب العدس كتير، قولولي صح انتوا بتحبوا النسب عاملة ازاي. فوق العدس بقى حطيت الصلصة والدقة والشطة، وآخر حاجة من فوق هي البصل عشان ما يطراش. لما ببقى عايز حمص على الكشري بصراحة بجيب كان حمص جاهز وأحط منه على طول، عشان النقع والسلق بتاع الحمص بيطول الوصفة جدا. وكده طبق الكشري بقى جاهز، وفاضل أصعب خطوة، تقليب الكشري ده من غير ما بهدل الدنيا. أنا شخصيا بحب أكل الكشري حرفيا في أي وقت في السنة وفي أي وجبة في اليوم عادي. قولولي انتوا برضو كده ولا ليه مناسبات معينة؟ أهم حاجة في تدميس الفول هو إنه يوصل لدرجة السوى المظبوطة اللي تخلي الفولة تتهرس بسهولة وقشرتها تبقى طرية. كمان إن الفول يفضل محافظ على لونه وما يغمقش، وده اللي هقولكوا إزاي قدرت أعمله في الوصفة دي. استخدمت نص كيلو فول، ده هيعمل كمية كبيرة تكفي كذا يوم. الأحسن تستخدموا فول تدميس أو فول بلدي، طبعا بيبقى مجفف كده. فأول خطوة عملتها هي إني غسلته، بعدها حطيت عليه كمية مية تغطي ضعف حجمه، وغطيته وسبته يتنقع من بالليل للصبح. تاني يوم حبات الفول نفشت وكبرت كده. لو لقيت حبات فول عايمة على المية من فوق برمي الحبات العايمة دي، بس ده كان كله كويس. عشان اسويه بقى هستخدم دي، بنسميها دماسة فول. هي احسن حاجة يتعمل فيها، بس لو مش عندكو استخدموا اضيق حل عندكو. حطيت الاول فيها الفول بعد ما صفيته من المية اللي اتنقع فيها وغسلته تاني. مهم ان الفول ما يعديش نص الدايرة اللي في الدماسة دي عشان اقدر احط كمية مية تسويه كويس. واستخدمت كمان نص كوباية فول مدشوش، للي مش من مصر ده عبارة عن فول متقشر ومتكسر، ده بيدي قوام حلو لمية الفول. غسلته كويس الأول وحطيته فوق الفول في الدماسة. كمان حطيت فصين توم كبار وليمونة قطعتها شرايح الأول، ونص طماطمية صغيرة قطعتها برضو وحطيتها عليهم. وعشان اللون والقوام برضو غسلت نص كوباية عدس أصفر وحطيتها عليهم، ووزعتها كويس عشان تبقى كل المكونات دي مغطية الفول نفسه بالكامل. وده مهم عشان الفول ما يتعرضش للهواء والأكسجين ولونه يغمق. كمان قلبت معلقة صغيرة كركم ومعلقة صغيرة كمون في نص كوباية مية وحطيتهم على الفول. الكمون عشان الفول ما يتعبش البطن قوي، والكركم عشان انتي اوكسيدنت هيمنع برضو الفول من انه يغمق. وكده ما بقاش فاضل غير اني املى الدماسة لحد قبل الاخر بشوية بمية مغلية. شغلت بعدها البوتاجاز على نار عالية في الاول بس، وغطيت الفتحة دي بورقة زبدة وفويل تحت الغطا بتاع الدماسة عشان اقفل كويس جدا على الفول وامنع على قد ما اقدر ان المية تتبخر بسرعة.
وأول ما المية رجعت تغلي تاني عرفت إنها رجعت تغلي من صوت الغليان. هديت النار خالص لأهدى حاجة ممكن أوصلها في البوتاجاز، عشان عايز الفول يستوي براحته جدا. كل ما مدة السوا زادت ودرجة الحرارة قلت كل ما كان أحسن. ما تفتحوش عليه خالص أول ساعة. بعد أول ساعة افتحوا شوفوا محتاج مية ولا لأ، واقفلوا تاني، وافتحوا تاني كل ساعة طول فترة التسوية. لو لقيتوه محتاج مية زودوا مية مغلية لحد شبه قبل الآخر، وغطوه تاني كويس وسيبوه على نفس النار الهادية يكمل سوا. عادة بياخد من 4 ل 8 ساعات عشان يستوي حسب الحرارة ونوع الفول. أنا وصل لدرجة السوا اللي أنا عايزها بعد 6 ساعات. هنا بقى طفيت النار وقلبت معلقة كبيرة دقيق في نص كوباية مية باردة كويس جدا وحطيتها على الفول، وقلبت كويس كل المكونات في بعضها. الدقيق ده لما هيختلط في مية الفول هيظبط القوام بتاعها جدا. لو بتحبوا بقى الفول مطحون اضربوه هو جوه الدماسة كده بالهاند بلندر، او استنوا يبرد شوية ونقلوه في الخلاط. وكويس ان قوامه وهو سخن يبقى سايل كده، عشان ده لما بيبرد بيتقل. احسن حاجة بقى ان الفول طلع مستوي جدا ولونه مظبوط، بس الكمية دي طبعا اكتر بكتير من اللي ممكن اكلها في يوم، فقسمتها في علب او اكياس. واللي مش هاكله خلال 3 ايام شلته في الفريزر والباقي في التلاجة. الطبق اللي بحب اكله فيه بقى هو الستينلس ده، بملاه فول سايح كده، احط عليه خلطة الطحينة، قولولي لو عايزين طريقتها هنزلها في ريل، وزيت حار وليمون. والتوابل مش بيحتاج غير ملح وكمون وشطة لو بتحبوه حراق. انا بحبه حراق. وكده مش ناقصه غير حتة عيش بلدي يتقلب ويتاكل بيها. قولولي بتحبوا الفول سليم كده ولا مطحون؟ مهم جدا في المسقعة ان مكوناتها تكون مستوية كويس، وان طعم كل مكوناتها يبقى واضح وقوي. بس اهم حاجة انها تبقى مش مزيتة، رغم ان كل مكوناتها مقلية الا ان في حاجات معينة لو خدتوا بالكم منها هتقلل من الزيت فيها جدا. واكتر مكون في الاكلة دي بيتملي زيت للأسف هو البتنجان. عشان كده في ستيبس معينة عملتها اقلل الزيت بيها. البتنجان اللي بيستخدم في المسقعة هو البتنجان الرومي اللي هو الكبير ده. في ناس بتحب تقشره بس انا بحب اسيبه بقشره، بيدي شكل حلو لطاجن المسقعة فمش بقشره. قطعته بس مكعبات كبيرة، ممكن تقطعوه بأي شكل بس ده أكتر شكل بيليق على الطاجن. بعد كده نقلته في سترينر ورشيت عليه ملح وغطيته بالملح كويس. ودي أول خطوة في إني أقلل من الزيت اللي بيشربه، عشان الحركة دي بتخليه ينزل المية اللي فيه. يعني مثلا أنا بعد ما سبته ساعة نزل كمية المية دي، ممكن على فكرة تسيبوه أكتر من كده كمان. بعدها نشفته كويس وقليته في زيت غزير كنت مسخنه على نار بين المتوسطة والعالية بس أقرب للعالية. نزلته بالراحة كده في الزيت عشان عادة بيبقى لسه فيه شوية مية بتطرطش أول ما يلمس الزيت. بعد ما استوى وبقى ده لونه طلعته من الزيت وحطيته برضو في نفس السترينر، بس المرة دي مش عشان أصفي المية، المرة دي بقى عشان أصفي الزيت اللي هو شربه في القلي. وهو بصراحة بيشرب زيت كتير قوي. يعني بصوا كل كمية الزيت دي نزلت منه بعد ما سبته يتصفى ساعتين. ورأيي إن ساعتين دي هي أقل مدة تسيبوه يتصفى فيها، ممكن 3 أو 4 ساعات كمان. عارف هتحسوا إنها مدة طويلة، بس لو ما عملتوش كده فكل كمية الزيت دي كانت هتبقى في الطاجن في الآخر. غير إن طول فترة التصفية دي ممكن تعملوا حاجة تانية مش لازم تقفوا جنبه. أنا مثلا جهزت فيها بقية مكونات المسقعة. للبطاطس استخدمت منها نص كيلو، يعني نص وزن البتنجان. قشرتها وقطعتها مكعبات أصغر شوية من مكعبات البتنجان، عشان البطاطس حجمها مش بيصغر زي البتنجان بعد السوا. وطبعا لو عايزينها حراقة استخدموا كمية الفلفل الحراق اللي تحبوه. قطعت الفلفل قطع كبيرة شوية كده. قليت الفلفل ده برضو في زيت غزير على نار بين المتوسطة والعالية عشان بس ياخد طعم القلي. كان هيبقى أحسن لو شلت البذر من الفلفل قبل القلي عشان بيقع في الزيت، أو كنت على الأقل قليت الفلفل الأول سليم وقطعته بعدها. ومش بقلي الفلفل كتير، دقيقتين بس لحد ما يبقى شكله كده. بعدين مكانه قليت مكعبات البطاطس وطلعتها لما بقت ذهبية ومستوية كويس كده. النقط السوداء اللي عليها دي هي بذر الفلفل اللي اتحرق اللي قلتلكوا عليه. كمان عملت لحمة معصجة بالطريقة العادية جدا اللي بعمل بيها اللحمة المعصجة لأي حاجة تانية. وعلى فكرة أنا عملت فيديو كامل عن اللحمة المعصجة ممكن تشوفوه لو حابين. بعد ما قليت كل حاجة بقى عملت الصلصة. سيحت معلقة سمنة على نار متوسطة وهرست فيها من 3 ل 4 فصوص توم كبار، وقلبتهم ثواني بس لحد ما ريحتهم ظهرت. وقبل ما يتحمروا حطيت عليهم ربع كوباية خل، وحطيت كمان عليهم حوالي 2.5 كوبايات عصير طماطم ومعلقتين كبار معجون طماطم عشان يقوي الطعم. وقلبتهم. وتبلت الصلصة دي بمعلقة ونص صغيرين ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومكعب مرقة بس ده اختياري. وطبعا عشان الطماطم حطيت نص معلقة صغيرة سكر. قلبت كل ده كويس ودقت. لازم الصلصة هنا تبقى مالحة شوية عشان انا ما حطيتش ملح في اي مكون من مكونات المسقعة التانيين غير اللحمة المعصجة.
فالملح اللي فيها هو اللي شبه هيملح الأكلة كلها. وطيت بعد كده النار وغطيت الطاسة وسبتها تغلي على نار هادية من 5 ل10 دقايق، وكده ما بقاش فاضل غير رص الطاجن. حطيت فيه البتنجان والبطاطس والفلفل واللحمة وغطيتهم بالصلصة. ولو أنا شخص منظم كنت دخلته الفرن لايرز كده فوق بعض، بس أنا شخص بحب العشوائية بالذات في المسقعة، فقلبت كل اللايرز دي في بعضها عشان كمان الوش اللي هيتاخد في الفرن يبقى فيه كل المكونات مش اللحمة بس. لكن قولولي انتوا بتحبوها عشوائية كده ولا منظمة؟ دخلت الطاجن ده فرن كنت مسخنه على 220 لحد ما بدأت تغلي، بعدين فتحت الشواية من فوق لحد ما الوش اتحمر وطلعتها لما بقى شكلها كده. ريحتها كانت تحفة وبتبقى رهيبة وهي لسه سخنة وبتغلي كده من الفرن. بس على فكرة المسقعة دي برضو من الأكلات اللي بحب أكلها وهي ساقعة من التلاجة. قولولي انتوا بتحبوها ازاي؟ عارفين احلى حاجة في ام علي؟ بعيدا عن انها كريمي وبترطب ووشها المتحمص ده بيدي طعم وريحة وشكل تحفة، وكمان انها حاجة كده مناسبة تتاكل في الشتاء سخنة او في الصيف ساقعة، احلى حاجة فيها هي سهولتها، مش محتاجة مهارة وممكن تتعمل باي مكونات. في الغالب بتتعمل برقاق او ملفيه او باف بيستري، بس انا اتبقى عندي جلاش متقطع كتير من فيديو البقلاوة بالفستق فعملتها بيه. حطيت البواقي دي في بيكنج شيت والحتت الكبيرة منها قطعتها، وعشان احمصها هستخدم زبدة، ممكن تستخدموا سمنة بس الزبدة في رأيي مناسبة اكتر في ام علي. سيحتها الاول وحطيت منها على الجلاش المتقطع ده ودهنته بيها، واتأكدت ان كل القطع اللي تحت واللي فوق اتغطى معظمها بالزبدة. بعدين وزعتها كويس ودخلتها فرن متسخن على 200 من فوق وتحت، ومش بتاخد جوه كتير. طلعتها لما بقى ده شكلها. مش لازم كله يتحمر، عادي انه يبقى من تحت ني شوية، المهم انه يبقى ناشف ومتحمص كده. عملت كمان معاها خلطة مكسرات عبارة عن ميكس مكسرات محمصة ومملحة ملح خفيف. الملح الخفيف ده بيبقى حلو مع الميكس المسكر بتاع ام علي، ما تقلقوش، المهم ما يبقاش ملح كتير. بس كسرت المكسرات دي نص تكسيرة عشان تبقى واضحة، وحطيت عليها زبيب. عارف ان في ناس كتير بتعتبر الزبيب ده عدو ليها في الاكل، فمش لازم تحطوه لو مش بتحبوه. وكمان حطيت جوز هند وقلبتهم. اللبن بقى اللي هو اقصد بيه الحليب للي مش من مصر، سخنته على نار متوسطة عشان اسرع سوى ام علي في الفرن، وحطيت على كل كوباية لبن استخدمتها 1.5 معلقة كبار مليانين سكر، زودوا عن كده لو بتحبوه مسكر قوي. وقلبت لحد ما السكر داب واللبن سخن، بعدين طفيت النار وحطيت نص معلقة صغيرة فانيليا وقلبتهم. وانا بحب ام علي تبقى كريمي، فعشان كده لما بختار الطاجن بتاعها بختاره ما يبقاش ارتفاعه قصير كده، عشان بحس ان في الطواجن القصيرة دي ام علي بتنشف قوي. الاحسن تستخدموا طاجن عميق حتى لو اضيق شوية، بس عشان ده هيسمح للوش يتحمر من غير ما اللي جوه ينشف. كمية الجلاش اللي كانت متبقية عندي دي عملت طاجنين، وهو دي الكمية اللي انا كنت عايزها، واحد ليا وواحد لهدى. مليت 3/4 الطاجن بس بالجلاش، وفوق الجلاش حطيت ميكس المكسرات وغطيتهم باللبن السخن لشبه قبل اخر الطاجن بشويه. وخلوا بالكم ان المكسرات اللي جوه ام علي دي بتطرى بعد السوا، لو عايزينها مقرمشه حطوها من فوق الطاجن بعد السوا. فوق اللبن بقى حطيت شويه زبده، واهم حاجه بقى عشان الوش يتحمر هو دي القشطه البلدي اللي بتبقى في محلات منتجات الالبان. دي هتخليها ريتش اكتر وهتخلي الوش يتحمر حلو جدا، وهتخليكم مش محتاجين تزودوا كريمه ولا لبن مكثف ولا اي حاجه. بعد ما غطيت بيها وش الطاجن دخلتهم الفرن اللي كنت مسخنه على 200 من فوق وتحت. وزي ما بقولكوا على طول، لو الفرن عندكم مش بيشتغل فوق وتحت مع بعض شغلوه من تحت لحد ما تلاقوا الطاجن بدأ يغلي، بعدين شغلوا الشواية من فوق لحد ما يتحمر. انا طلعتهم لما الوش اتحمر كده. حاولوا هنا تقاوموا ريحتها اول ما تطلع وما تاكلوش منها على طول عشان بتبقى سخنة جدا وهتلسعلكوا لسانكوا، وانا عارف كده عشان انا برضو ما قاومتش. ممكن في الاخر بقى تحطوا عليها مكسرات من على الوش عشان تبقى مقرمشة، وتحطوا عسل ابيض او كراميل او شوكليت صوص او حتى قشطة تاني. قولولي انتوا بتحبوها بايه. ازاي الكباب يطلع كده مشوي ومستوي كويس بس في نفس الوقت طري جوسي بيدوب في البق ومش بيشد، سواء بقى اللحمة كانت ضاني او بقري؟ ده اللي هكلمكم عنه في الفيديو ده، وهقول لكم برضو ازاي تعملوا سلطة الطحينة تليق عليه، وكمان سلطة الحاتي اللي بيبقى معاها المية دي. حد عارف المية دي بيسموها ايه؟ عادة الكباب بيتعمل من اللحمة الضاني اللي هي لحمة الخروف عشان طعمها اقوى واطرى وبتستوي اسرع. انا استخدمت الريش بالعظم بتاعها، بس تقريبا اي قطعة من الخروف ممكن تتشوي، على عكس اللحمة البقري اللي لو هتستخدموها في الشوي على الفحم يبقى لازم تستخدموا الحتة دي.
دي اسمها عرق فليتو او تندرلوين، هي اطرى حته في اللحم البقري، وهي الحته الوحيده اللي ممكن تتشوي بالطريقه دي وتطلع طريه ولذيذه. بخلي الجزار يلفها او يربطها كده عشان اعرف اقطعها. بحب اقطعها شرايح سمكها حوالي سنتي ونص ل2 سنتي كده، مش رفيعه قوي، ده بيخلي شويها سهل. بس لو حابين ممكن تقطعوها مكعبات عادي. زي ما انتوا شايفين عرق الفليتو بيكون احمر والدهون فيه قليله عن الريش الضاني اللي استخدمتها، والدهون مكون اساسي في الطعم، عشان كده الكباب الضاني منتشر اكتر. بالنسبة للتتبيلة، فالكل كيلو لحمة سواء ضاني أو بقري مش هتفرق، استخدمت بصلتين متوسطين وطماطمتين متوسطين. وعملت فيديو كامل قبل كده قارنت فيه مكونات كتير، ولقيت ان اكتر حاجة بتطري اللحمة من غير ما تغير طعمها هي الكيوي. ابقوا شوفوا الفيديو ده هيفيدكوا. ومش محتاج كتير منه، لكل كيلو لحمة مش هحتاج اكتر من نص كيهواية كيوية نص ثمرة كيوي. ضربت كل ده كويس في الكبة، وممكن تبشروه بأي طريقة. وكل اللي أنا عايزه من الخضروات دي هي المية بس. حطيت اللحمة في بولة وعصرت وصفيت الخضروات دي كويس فوقيها. اللي اتبقى ده بقى ممكن تستخدموه في الكفتة. على كيلو اللحمة ده برضو حطيت من ربع لنص كوباية زيت، والتوابل معلقتين صغيرين مليانين ملح، ومعلقة صغيرة مليانة فلفل اسود وبس. عايزين تزودوا توابل تانية زي بهارات الكباب مثلا براحتكم، بس طعم البصل والطماطم والفحم بيخلوا اللحمة تحفة من غير أي حاجة تانية. غطيت اللحمة بالتتبيلة كويس، وهسيبها في التلاجة تتبل من نص ساعة لساعة بس، ما تسيبوهاش أكتر من كده عشان التتبيلة دي فيها كيوي وطماطم وقوية قوي على اللحمة، فممكن تطريها زيادة عن اللزوم. واللحمة بتتبل في التلاجة استغليت الوقت ده وعملت سلطات. للسلطة الخضراء استخدمت 3 طماطميات متوسطين، قطعتهم حتت صغيرة جدا كده، وقطعت عليهم خيارة واحدة نفس الكلام حتت صغيرة، عليهم نص بصلة قطعتها نصين بعد كده شرايح رفيعة كده. واللي بيخليها حراقة هو قرن فلفل أحمر مفروم، لو مش بتحبوا الأكل حراق استخدموا فلفل أحمر بارد. وفرمت بنفس الطريقة نص حزمة بقدونس. بعد كده في بولة كبيرة حطيت 3 كوبايات مية ساقعين من التلاجة، أو ممكن تحطوا تلج كمان، ده اللي بيخلي السلطة فريش فترة أطول. تبلت كل ده بمعلقة ونص صغيرين ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، وهزود اللون الاحمر بمعلقة صغيرة بابريكا، وكمان حطيت نص معلقة صغيرة كمون، ومعلقة كبيرة خل، وعصير ليمونة صغيرة، وفص او فصين توم مهروسين. دوبت المكونات دي في المية، بعدين حطيت عليهم الخضروات اللي قطعتها وقلبتها وسبتها في التلاجة لحد ما خلصت بقية الحاجات. سلطة الطحينة بقى بعملها بسيطة جدا. كوباية طحينة هرست عليها 4 فصوص توم كبار، أنا بحب التوم جدا، ووصلتها للقوام اللي أنا عايزه بإني زودت مية مغلية شوية شوية وأنا بقلب. والتوابل اللي استخدمتها هي معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة من الحاجات دي فلفل اسود، كمون، كزبرة، وشطة. وعادة أنا بحط ليمون بس على السلطة دي، بس انتوا قلتولي أجرب معاها خل، فعصرت نص ليمونة صغيرة وحطيت معاها معلقة صغيرة خل. وبصراحة الميكس ده فعلا أحلى من الليمون. بس بحب أنا كمان أزود عليها بقدونس متقطع وزيت زيتون، بس دول اختياري، وحطوا كميتهم زي ما تحبوا. قلبت كل ده في بعضه وكده بقت جاهزة، وما بقاش فاضل غير الشوي. الريش كبيرة هتتحط على الشبكة، مش هتحتاج سياخ، بس اللحمة هتحتاج. لو القطع كبيرة فأحسن طريقة تحطوا بيها اللحمة على السيخ هي إنكم تستخدموا سيخين كده، كل قطعة لحمة هيمشي فيها السيخين، والسيخين دخلوهم في الجزء الرفيع من اللحمة عشان أكبر مساحة من قطعة اللحمة تبقى متعرضة للفحم وهي بتتشوي. فاهمني صح؟ ده هيسهل عليكم الشوي جدا، وهيسهل عليكم تقليب اللحمة. ولو القطع صغيرة فهتضطروا تحطوها في سيخ واحد. حاولوا برضو تمشوا السيخ في السمك بتاع اللحمة عشان تبقى أكبر مساحة من اللحمة متعرضة للفحم زي ما قلتلكوا. للأسف الفحم اللي كان عندي ما كانش أحسن حاجة، كان كله قطع كبيرة كده، وده مش حلو في الشوي، فكان لازم أكسره الأول. بعدين ولعت شوية فحم على البوتاجاز وولعت بيهم بقية الفحم. اليوم ده ما كانش فيه اي هوا في الجو، معرفش ليه حظي كده، فاستخدمت البلور عشان اولع الفحم اكتر. بس ممكن تستخدموا مروحة او تهووا بايديكوا، بس بايديكوا بياخد وقت شوية. حطيت الشبكة فوق الفحم ومسحتها بمنديل مبلول بالزيت عشان اللحمة ما تلزقش فيه، وحطيت الريش واسياخ اللحمة. واللحمة بتستوي ما تقلقوش من انكم كل شوية تقلبوها، عادي هي مش ستيك. الاحسن اصلا تقلبوها كل شوية وتغيروا مكانها عشان درجة الحرارة بتاعت الشواية مش متساوية في كل حتة، لان الفحم عشوائي كده. ولو الفحم ولع نار وانتوا بتشووا لازم تشيلوا اللحمة وتقلبوا الفحم او تستنوه يطفي قبل ما ترجعوها تاني عشان اللحمة ما تتحرقش من بره من غير ما تستوي. واعتقد ان كل واحد ليه درجة سوا معينة بيحبها للكباب. انا دي الدرجة بتاعتي. اول ما تبدأ تبان علامات الشوي من بره كده، بس قبل ما اللحمة تنشف من جوه، بشيلها من على الفحم واحطها في حلة جواها رغيف عيش بلدي من تحت، هقول لكم ليه. المهم بعد ما تشيلوا كل اللحمة ما تنسوش تطفوا الفحم عشان امان ليكوا وعشان البيئة.
في تركيا كانوا بعد الشوي بيدلقوا زبدة مغلية على اللحمة أو بيقلبوها فيها على الطاسة. من ناحية الشكل ده بصراحة بيخلي شكلها أحلى، جربوها كده لو عايزين. بس أنا شايف إن الدهون الزيادة ملهاش لازمة، خصوصا لو اللحمة استوت كويس وما نشفتش، وكمان أصلا الريش الضاني بيبقى فيها دهون كتير. الكباب نفسه بقى باين من شكله كان تحفة وطري ومستوي كويس جدا، سواء الريش أو الفليتو، مع العيش البلدي بقى والطحينة والسلطة كان رهيب. رغيف العيش اللي من تحت ده بقى بياخد من الجوسز اللي بتنزل من اللحمة وبيبقى هو نفسه لذيذ جدا. دي مكرونة بالسجق متقلبة في نوعين صوص ومعمولة في طاجن في الفرن، رهيبة. جات لي فكرتها لما حد سألني ازاي اقطع السجق من غير ما يتفرفت مني، واسهل طريقة واللي انا بعمله على طول هو اني بجمده نص تجميدة بس كده، بعدين بقطعه بسكينة مسنونة كويس كده، تقطيعه هيبقى اسهل والقطعة نفسها هتبقى مظبوطة جدا في السجق من الناحيتين. عشان استخدم بقى السجق ده في الطاجن بتاعي، الاول شوحته في طاسة كبيرة على نار متوسطة. عادة السجق بيبقى فيه دهون كتير وممكن ما تحتاجوش تحطوا معاه زيت وانتوا بتشوحوه. لما بقى نص سوا بس كده شلته من الطاسة، مش هسويه بالكامل دلوقتي. قبلها كنت مقطع فلفل الوان وبصل قطع صغيرة خالص كده، بس ممكن تقطعوهم جوليان او قطع كبيرة لو عايزين تحسوا بطعمهم اكتر. حطيت البصل والفلفل ده في الدهون اللي نزلت من السجق وقلبتهم دقايق لحد ما بدأوا يتبلوا، بس قبل ما يتحمروا. هنا هرست عليهم 3 فصوص توم وقلبتهم ثواني بس، بعدين حطيت معلقتين كبار مليانين على الاخر معجون طماطم، وعشان كالعادة بحبه حراق حطيت معلقة كبيرة هريسة شطة، دي طبعا اختياري. بحب اسوي معجون الطماطم دقيقة كده في الطاسة عشان ريحته وطعمه يتركزوا اكتر. بعد ما عملت كده حطيت عليهم كوباية عصير طماطم متصفية وقلبت شوية، بعدين حطيت السجق. هتلاحظوا اني لحد دلوقتي ما حطيتش ملح خالص، ده عشان السجق متبل وعادة بيبقى فيه ملح، وانا كمان لسه هستخدم مكونات تانية برضو فيها ملح، فهظبط الملح في الاخر خالص احسن، هقول لكم امتى بالظبط. سبت السجق دلوقتي يكمل سواه في الصلصة دي، غطيت الطاسة وهديت النار على الآخر وسبتهم يغلوا على نار هادية. وهما بيغلوا ممكن تستغلوا الوقت ده في انكم تعملوا الوايت صوص اللي هيتحط عليه. بدأت بمعلقتين كبار زبدة سيحتهم على نار هادية، وعليهم حطيت معلقتين كبار دقيق. قلبت الدقيق في الزبدة لحد ما داب كده، بعدين حطيت كوبايتين لبن اللي هو حليب للي مش من مصر، بس حطيتهم نص كوباية نص كوباية، وكنت بدوبهم كويس قبل ما احط الباقي. عايز القوام يبقى خفيف خالص كده عشان هتقله بحاجات تانية. وكل التوابل اللي هحطها هي نص معلقة صغيرة فلفل اسود، برضو محطتش اي ملح. وهتقل الصوص ده من نص كوباية لكوباية جبنة موتزاريلا، وهتقله اكتر كمان وهديله طعم الملح بدي جبنة رومي مصري مبشورة، والاحسن تكون قديمة عشان طعمها يبقى قوي. قلبت الصوص لحد ما الجبنة ساحت ووصلت للقوام اللي انا عايزه، بعدين شلته من على النار. وقبل كل ده انا كنت سلقت مكرونة بس خليتها الدنتي، اللي هي قبل ما تستوي بالكامل بشوية، بتبقى مستوية بس لسه فيها زي ما بيقولوا كده عضة، ده عشان هسيبها تكمل سوا مع بقية المكونات. رجعت بقى للسجق اللي كنت سايبه يغلي في الصلصة، حطيت عليه الوايت صوص والمكرونة. عشان كنت عاملها من الأول خالص كانت مسكت في بعضها كده، بس عادي هتفك لما تتسخن في الصوص. قلبت كل ده كويس في بعضه، وهنا بقى دقت عشان أشوف محتاجة ملح ولا لأ، وزودت الملح اللي أنا عايزه وكملت تقليب. شكلها وريحتها دلوقتي بيبقوا تحفة، لو انتوا جعانين مش هتقاوموا، بس عشان النهاردة الفري فما اكتفتش بكده. نقلت المكرونة والسجق والصوص ده في طاجن كبير، وغطيت الطاجن ده بجبنة موتزاريلا وبشرت جبنة رومي تاني فوقيه هتديله طعم ولون أحلى كمان. دخلت الطاجن ده فرن كان متسخن على درجة حرارة 200 وشغال من فوق ومن تحت، أو ممكن تشغلوه من تحت لحد ما الجبنة تسيح خالص، بعد كده تشغلوه من فوق. طلعته من الفرن لما الوش اللي من فوق اتحمر وبقى لونه رهيب كده. طبقة الجبنة اللي من فوق بتديله شدة لذيذة، والصوصين اللي على بعض من جوه طعمهم بيبقى رهيب مع المكرونة والسجق. وعلى فكرة مش لازم تعملوا الطاجن ده بالسجق، ممكن بأي نوع لحوم تاني بس تكون مستوية كويس المهم، أو حتى تعملوها مكرونة سادة بس كده بالجبنة، كلوها زي ما تحبوا. في الفيديو ده هوريكم ازاي عملت كفتة شبه بتاعة الكبابجي المشوية على الفحم بالظبط بس في الفرن عادي، وهقول لكم على تريكس تخليها هشة وجوسي وطعمها زي المشوي على الفحم بالظبط. وكمان هوريكم طريقة سلطة الطحينة سهلة تعملوها جنبيها. أول حاجة اخترتها هي اللحمة المفرومة، ده نص كيلو. استخدموا لحمة فيها دسم شوية، ما تكونش حمرا قوي عشان الدهون دي من الحاجات اللي هتطريها وتخليها جوسي. مشكلة بس اللحمة اللي كانت عندي دي هي انها كانت مفرومة وش واحد فكانت خشنة شوية، والكفتة بتاعت الكبابجي بتتعمل بلحمة مفرومة وشين. الأحسن تقولوا للجزار يفرمها لكم كذا مرة أو تفرموها انتوا كذا مرة في البيت لو عندكم مفرمة، بس أنا كحيان شوية ما عنديش مفرمة فحطيتها في الكبة وضربتها. الفرم الكتير او الضرب في الكبه ممكن يخلي الكفته تبقى ناشفه او مضغوطه كده بعد ما تستوي، بس انا هقول لكم بحل الموضوع ده ازاي بعد شويه. ضربتها لحد ما بقت ناعمه شويه كده، ما تضربوهاش زياده عن اللزوم. وعلى اي كفته الطبيعي بيتحط بصل، حطيت بصله متوسطه وكمان حطيت طماطمايه متوسطه بتدي طعم حلو، ولو عايزينها حراقه شويه حطوا قرن فلفل حراق بس ده اختياري. بشرتهم في الكبه بس قبل ما احطهم
حطيتهم على اللحمة عصرتهم كويس من المية اللي فيهم، عشان دي ممكن تخلي الكفتة تفك في الفرن، وكمان هتخلي التكستشر بتاع الكفتة غريب شوية. والمية اللي بعصرها دي حاسس ان ليها لازمة واني المفروض مرميهاش، بس مش عارف ايه هي. قولوا لي استخدمها في ايه لو عندكم افكار. عادة كمان كفتة الكبابجي بتتعمل باللحمة الضاني بتاعة الخروف، انا كنت مستخدم لحمة بقري، فاديتها شوية صغيرين من طعم الضاني باني بشرت حتة ليا صغيرة معاها، اللي هي جمدتها في الفريزر الاول عشان اعرف ابشرها. وعلى النص كيلو ده استخدمت 50 جرام ليا بس، وممكن اقل كمان لو حابين. الليا مش بس هتديها طعم، كمان هتخليها برضو جوسي اكتر، وهتخليها ما تنشفش قوي بعد ما تستوي، بس ممكن تستغنوا عنها لو مش بتستظرفوها. التوابل بقى هي معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة مليانة فلفل اسود، وقدها بهارات مشكلة او 7 بهارات او بهارات لحمة. وعشان اخلي الكفتة تبقى هشة مش مضغوطة بعد ما تستوي، استخدمت نفس الحاجة اللي بتتحط على الكيكة عشان تخليها هشة وتنفش، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر او مسحوق خبز. عجنت كل ده كويس لحد ما اتأكدت ان كل المكونات اختلطت ببعض بشكل متساوي. بعدين جبت صينية، والهونينج ستيل دي اللي بنستخدمها في سن السكينة او جلد الزيت، ممكن تستخدموا مكانها سيخ شوي يبقى احسن للكفتة مش لجلد الزيت. خدت حتة اللحمة وعملت بيها شكل صوابع الكفتة حواليها. لو لقيتوها بتلزق في ايديكم ممكن تبلوها بالمية اللي عصرتوها من البصل والطماطم عشان يبقى اي استخدام للمية دي وخلاص. واعملوا الصوابع بالحجم اللي تحبوه، بس خلوا بالكم ان حجمها هيصغر لما تستوي والدهون اللي فيها تسيح. بعد ما عملت الصوابع كلها حطيتها تتبل في التلاجة من ربع لنص ساعة، وبعدها دخلتها فرن متسخن على 200. شغلوه من فوق وتحت لو ينفع، او من تحت بس. واكتر حاجتين بحب اعملهم جنب الكفتة دي هي المكرونة بالصلصة او البطاطس البيتي المقلية. المرة دي قليت معاها بطاطس، وطبعا عملت سلطة طحينة. استخدمت نص كوباية طحينة ووصلتها للقوام اللي انا عايزه باني حطيت عليها مية سخنة شوية شوية وانا بقلب. لما وصلت للقوام ده هرست عليها فصين توم وهي لسه سخنة كده، وعصرت ليمونة صغيرة وقلبت كويس. بعدين حطيت التوابل، بدأت بنص معلقة صغيرة ملح، وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، وكمون، وكزبرة، وشطة، وقلبت ودقت عشان اشوف ايه ناقص وازوده. لما ظبطت كل حاجه حطيت في الاخر شويه بقدونس وزيت زيتون وقلبتهم في السلطه، وحطيت شويه كمان برضو بقدونس وزيت زيتون على الوش للتزيين. ما بحبش احط اي اضافات تانية زي الزبادي او الدقيق عشان في رايي بتخفف الطعم. رجعت للكفته، لما لقيتها اتحمرت كده من بره طلعتها من الفرن. خدت حوالي نص ساعه فيه، وزي ما انتوا شايفين الدهون ساحت وعملت زي صوص مليان طعم في الصينيه من تحت. وده ليه فايدتين، الاولى اني حطيته على الكفته عشان تبقى جوسي اكتر، والتاني بقى اني حطيت فيه فحمه مولعه فطلع دخان ريحته تحفه. وغطيت الصينية عشان بقية الكفتة تاخد ريحة الشوي من الدخان ده. لو منزلش منكو صوص كتير كده حطوا الفحم على معلقة سمنة. بعد 5 دقايق نقلت الكفتة على بقدونس على امل انه يشرب اي حاجة من كمية الدهون اللي حطيتها دي. واحلى طريقة يتاكل بيها الاكلة دي بالنسبة لي هي نص رغيف عيش بلدي فيه بقدونس وبطاطس عليهم الكفتة وسلطة طحينة، وطبعا شوية طحينة زيادة للديبنج. طعمها تحفة، من اكلاتي المفضلة. جربوها وقولوا لي رأيكم. في الفيديو ده هوريكم ازاي عملت حواوشي بلدي وبطريقتين تسوية مختلفين. استخدمت نص كيلو لحمة مفرومة، واللحمة اللي استخدمتها هي لحمة بقري عادية، بس بحب للحواوشي تبقى نسبة الدسم فيها عالية شوية، وانا كمان بزود نسبة الدهون اكتر باني بحط عليها دي ليا اللي هي دهون الخروف. بقطعها مكعبات واجمدها في الفريزر عشان اعرف ابشرها بسهولة كده. بشرتها المرة دي في نفس الباك بتاعت اللحمة عشان اقلل المواعين. لنص كيلو اللحمة اللي استخدمته حطيت 50 جرام ليا مبشورة. ممكن تستخدموا نفس المبشرة دي عشان تبشروا الخضروات الجاية، بس أنا بستسهل الكبة. بشرت فيها بصلة متوسطة ونص طماطماية كبيرة أو طماطماية متوسطة. وعشان الحواوشي بالنسبة لي لازم يبقى حراق حطيت معاهم قرنين فلفل حراق، وبشرتهم في الكبة لحد ما بقى ده شكلهم. لو كنت هعمل كفتة كنت عصرت الخضروات من المية بتاعتها قبل ما احطها على اللحمة عشان الكفتة ما تفكش وهي بتستوي، بس للحواوشي عادي مش لازم تعصروها، حطيتها زي ما هي كده. وتبلت بقى كل ده بمعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة مليانة بهارات لحمة. انا بحب طعم البهارات يبقى باين قوي في الحواوشي. وغير الفلفل اللي كنت حاطه زودت كمان نص معلقة صغيرة شطة. زي ما قلتلكوا بحب الحواوشي حراق جدا، لكن ده اختياري طبعا. عجنت الميكس ده كويس جدا لحد ما كل التوابل والخضروات واللحمة واللية امتزجوا في بعض كويس. بعدين جبت العيش البلدي المصري الصغير اللي هو بالردة ده احسن حاجة في رأيي للحواوشي، بس لو انتوا مش في القاهرة او ما عندكوش العيش ده استخدموا اي عيش شبهه تلاقوه. وفتحت كل رغيف من الجنب كده فتحة تكفي اني احط جواه كورة من ميكس اللحمة اللي عملته ده، وفردت اللحمة دي جواه بايدي كويس عشان تبقى مالية الرغيف كله من جوه كده. كمية اللحمة اللي عملتها كفت 5 أرغفة. ممكن تكتروا أو تقللوا عن كده براحتكم، ولو عملتوا منه كمية كبيرة ممكن تشيلوها في الفريزر وتطلعوها مجمدة على الفرن على طول في أي وقت. بالنسبة للتسوية بقى في طريقتين،
الأولى ودي مش برجحها قوي هي إني سيحت شوية سمنة في طاسة على نار متوسطة وحطيت رغيف الحواوشي فيها، وفضلت أضغط عليه وأنا بسويه وأقلبه كل شوية، ولما فتحت ولقيت اللحمة جوه استوت شلته من على النار. مشكلة الطريقة دي بس إن العيش شبه بيتحرق علشان اللحمة تستوي، بس هي مناسبة أكتر وبتنجز لو هتسوي رغيف واحد. الطريقة الأحلى في رأيي والمناسبة لو هتعملوا كذا واحد هي إني أحطهم في صينية، ولو عايزين العيش ما يتحمصش خالص ويفضل طري لفوه في ورقة زبدة وفويل، لكن أنا بحبه يقرمش فعملت واحد بس منهم كده والباقي سبته من غير ما أغطيه. دخلتهم بقى فرن متسخن على 200، وهي بتاخد في الفرن عادة من نص ساعة ل40 دقيقة. في نص الوقت كده أو بعد ربع ساعة قلبت الرغيفة كلها على الوش التاني عشان الدهون تنزل من اللحمة على الوشين بتوع العيش. وبعد من ربع لتلت ساعة كمان لما لقيت اللحمة جوه الرغيف استوت طلعتهم من الفرن. أحلى حاجة في التسوية في الفرن إنها بتخليه مقرمش لكن مش ناشف والعيش ما بيتحرقش. يعني ده الفرق في الشكل بين اللي اتعمل في الطاسة واللي اتعمل في الفرن. طبعا مش محتاج أقول لكم أنهي واحد كان في الفرن. وده اللي ملفوف في فويل بيبقى طري خالص بس محتفظ بكل دهونه. بس زي ما قلتلكوا أكتر طريقة بحبها هي في الفرن ومش متغطي مع الطحينة ومخلل وهو لسه سخن وحراق كده بيبقى تحفة. بس الطريقتين التانيين برضو حلوين، الحواوشي حلو في كل حالاته عموما، لكن قولولي انتوا بتحبوه ازاي. في الفيديو ده هوريكوا ازاي عملت كباب حلة في صوص البصل البني مليان طعم واللحمة مهرية جدا كده، وهي وصفة على فكرة سهلة جدا ومكوناتها قليلة، الأساسي فيها بس هو اللحمة والبصل. بالنسبة للحمة فالميزة في الأكلة دي إنها تتعمل بأي نوع أو قطعية لحمة، هتفرق بس في مدة السوى. أنا بحب أعملها بمكعبات صغيرة شوية، فقطعت المكعبات الكبيرة اللي عندي دي مكعبات أصغر، يعني الحجم ده بالنسبة لي مناسب قوي. أنا استخدمت نص كيلو لحمة، بعد ما قطعتهم نشفتهم كويس من أي مية فيهم عشان يتحمروا كويس. والبصل بقى نسبته براحتكم حسب بتحبوا طعمه قد إيه. النسبة اللي غالبا بتتعمل هي نفس وزن اللحمة بصل، فأنا قطعت نص كيلو بصل شرايح. كده البصل هيبقى باين شوية في الصوص في الآخر بس مهري جدا، لو عايزينه ما يبانش خالص ويبقى دايب في الصوص ابشروه في الكبة. وكمية البصل دي تبان كتيرة بس هي هتقل خالص لما تستوي ما تقلقوش. عشان اسويها بقى حطيت حلة على نار بين المتوسطة والعالية، وسيحت فيها معلقة كبيرة سمنة، ممكن على فكرة تحطوا كمان ليا أو زيت بدل السمنة. لما سخنت حطيت فيها اللحمة من غير ما اسحم الحلة عشان تتحمر كويس، وسبتها على أول وش من دقيقة لدقيقتين كده عشان تتحمر، بعدين قلبتها علشان تتحمر على وش تاني. هنا مش بسويها بالكامل، أنا بس عايزها تتحمر أو تتشوح كده من بره. لما اتحمرت كده من شبه كل الاتجاهات شلت أول كمية دي وعملت نفس الكلام في بقية اللحمة. لما حمرت اللحمة كلها شلتها من الحلة واستغليت البني اللي نزل من اللحمة تحت ده بيسموه سك في إني أستخدم طعمه في البصل، فسيحت عليه معلقة كبيرة سمنة وهرست 3 فصوص توم كبار وحطيت عليهم البصل اللي قطعته وفضلت أقلب. وهنا بقى ممكن تعملوا حاجتين، لو عايزين تحسوا بالبصل سليم في الآخر قلبوه هنا دقيقتين بس، بعدين حطوا عليه اللحمة وكملوا بقية الخطوات اللي هقولها. بس لو انتوا زيي بتحبوه مهري خالص في الصوص يبقى قلبوه أكتر لحد ما يدبل ويطرى خالص ولونه يغمق كمان كده. شايفين البصل الكتير اللي كنا حاطينه قل ازاي؟ عشان وصلته للمرحلة دي ده هيغمق الصوص في الآخر شوية، بس الكرملة بتاعت البصل هتقوي طعم الصوص أكتر وهتديله قوام أتقل وأحلى. لما وصلت للمرحلة دي حطيت عليه اللحمة اللي حمرتها من شوية وتبلتهم بمعلقة ونص صغيرين ملح ومعلقة صغيرة فلفل اسود وبهارات لحمة. انا بحب بهارات اللحمة بتاعت باب الشام، بالنسبة لي هي مظبوطة قوي، حطيت منها معلقتين صغيرين. وقلبت بقى اللحمة والبصل والتوابل في بعض دقيقتين كده عشان ياخدوا من طعم بعض. بعد كده حطيت كمية مية سخنة تكفي تغطي اللحمة بالظبط، وكمان حطيت ورقتين لورل. ولما اتأكدت ان المية بتغلي غليان خفيف كده هديت النار وغطيت الحلة وسبت اللحمة تستوي على نار هادية خالص. كل من تلت لنص ساعة بس كنت بتشيك عليها وأقلبها، ولو لقيتها محتاجة مية بزود مية سخنة تغطي اللحمة وأغطي الحلة وأسيبها تكمل سوا. وحسب كل قطعية لحمة مدة السوا بتفرق. أنا مثلا اللحمة دي خدت ساعتين لحد ما وصلت للمرحلة دي، المرحلة اللي هي الشوكة تدخل فيها بسهولة وكمان تبقى مهرية كده. والصوص كده قوامه بالنسبة لي حلو، لو عايزينه أتقل سيبوها تغلي شوية من غير غطا، ولو عايزينه أخف زودوا مية وسيبوها تغلي دقيقتين مثلا. وكده بقت جاهزة. أحسن حاجة بحب أكلها معاها هي الرز المعمر، بتبقى رهيبة. عملتلكوا طريقته قبل كده على فكرة هتلاقوها عندي. لكن انتوا بقى بتحبوها ازاي وبتحبوا تاكلوا جنبها ايه؟ عشان البطاطس المحشية لحمة مفرومة دي تطلع مظبوطة لازم كل مكون من مكوناتها يتعامل مظبوط.
من اول اللحمة اللي بتدي الاكلة دي طعمها، للبطاطس اللي لازم تبقى متماسكة وشايلة اللحمة جواها وما تتكسرش بس في نفس الوقت تكون مستوية كويس وبتدوب في البق. وفي الفيديو ده هوريكوا ازاي عملتها من غير ما اقليها في الزيت وازود كالوريز ملهاش لازمة. للأكلة دي نقيت بطاطس صغيرة كده، ده عشان تستوي كويس وكمان عشان يبقى حجم القطع منطقي نعرف ناكلها ما تبقاش عملاقة. ده كان كيلو بطاطس، قسط طاجن قد الكمية بالظبط، ده عشان لما تتقشر وتتقلي حجمها بيصغر فما يبقاش الطاجن زحمة واعرف اطلع منه كل واحدة سليمة من غير ما تتكسر. قشرت الكمية كلها وغسلتها، بعدين عملت فيها خرم او قورتها بالمقوار بتاع المحشي ده، بس مش بكتفي بالحتة الرفيعة اللي بيطلعها دي مش هتكفي اللحمة تتحط جواها، فوسعت الخرم ده كده. خلوا بالكوا بس وانتوا بتقوروا البطاطس انكم ما توصلوش للاخر وتخرموها، بس لو حصل منكوا زي ما حصل معايا كده في كام واحدة عادي يعني كملوا كأن ما حصلش حاجة. حاولوا بس وانتوا بتوسعوا الخرم ما توسعوهوش من تحت كمان. اللي بيطلع بقى من جواها ده ما ترموهوش، حطوه في التلاجة على ما تعملوا بقية الخطوات. عشان اقلل كمية الكالوريز في الاكلة دي زي ما قلتلكوا، بدل ما اقلي البطاطس في زيت غزير دهنتها بالزيت واتأكدت ان الزيت غطى كل حتة في البطاطساية حتى جوه الخرم، وحطيتهم في اير فراير وقليتهم لحد ما بقى شكلهم كده نص قلية. وخطوة القلي دي سواء في زيت غزير او في الاير فراير مهمة، عشان دي بتعمل طبقة ناشفة وماسكة نفسها كده في البطاطس من بره، تخليها ما تتكسرش وهي بتستوي او انتوا بتشيلوها من الطاجن في الاخر. قبل ما اقلي البطاطس كنت عملت اللحمة، ودي عصقتها بطريقة مختلفة شوية عن اللي بعملها على طول. سخنت زيت في طاسة على نار بين المتوسطة والعالية، وحطيت فيها اللحمة شوية شوية عشان ما ازحمش الطاسة، وكنت بفتتها وهي بتستوي. عادة مش بحط دهون مع اللحمة في الخطوة دي، بس اللحمة دي كانت دهونها قليلة فعشان كده حطيت زيت. كمان حطيت توابل، والتوابل اللي بحطها عادة بتبقى لكل نص كيلو لحمة هي معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقة صغيرة بهارات لحمة او ال7 بهارات. وللوصفة دي كل كمية اللحمة اللي عملتها كانت نص كيلو. قلبت اللحمة وانا بفتتها لحد ما بس اللون البينك بتاعها اختفى، ولما خلصت الكمية كلها ضربت في الكبة بصلة صغيرة معاها فلفلة خضرة صغيرة وحتة فلفل الوان برضو صغيرة، وضربتهم لحد ما بقوا ناعمين كده. وفي نفس الطاسة اللي عملت فيها اللحمة سخنت شوية زيت على نار بين العالية والمتوسطة، وحطيت فيها كل الخضروات دي وقلبت لحد ما دبلوا، يعني لما طريوا لونهم اتغير بس ما اتحمروش. وعليهم حطيت اللحمة اللي كنت شلتها من شوية ومعلقتين كبار معجون طماطم عشان يقووا الطعم، وقلبت لحد ما اللحمة استوت بالكامل. بعدها عملت الصلصة، سيحت معلقة كبيرة سمنة في طاسة على نار بين العالية والمتوسطة، وحطيت فيها بصلة متوسطة مبشورة وهرست عليها فصين توم وقلبت لحد ما البصل دبل. بعدين حطيت عليهم معلقتين كبار معجون طماطم وقلبت لحد ما بس معجون الطماطم غطى البصل كويس. وهنا حطيت كوبايتين عصير طماطم متصفية ونص كوباية مية. الصلصة دي بقى تبلتها بمعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومكعب مرقة. عادة بحط نص معلقة سكر كمان بس نسيت المرة دي، ما تنسوش انتوا. قلبت المكونات كويس ووطيت النار وغطيت الطاسة وسبتها تغلي على نار هادية 10 دقايق او لحد ما بقى لونها وريحتها وطعمها اقوية كده، وشلتها من على النار. خدت اللحمة اللي عملتها دي وحشيت بيها البطاطس، واتأكدت بصباعي كده ان اللحمة ملت الخرم اللي في البطاطس بالكامل، وكنت بزقها لجوه بس بالراحة، ما تزقوش جامد عشان ما تتكسرش. ويعني الأحسن تستنوا البطاطس تبرد قبل ما تحشوها عشان ما تتلسعوش زيي. وانا عامل نص كيلو لحمة لكيلو بطاطس، النسبة دي بتخلي يتبقى شوية لحمة في الآخر. ده حلو، هقولكوا ليه بعد شوية. بعد ما حشيت البطاطس كلها ميلت الطاجن بإني سندته على فوطة عشان أعرف أرص البطاطس فيه واقفة من غير ما تقع. وكمية اللحمة اللي اتبقت دي بقى حطيتها على حتت البطاطس اللي طلعتها من البطاطس وانا بخرم البطاطس. فاهمين انا بتكلم عن ايه صح؟ وزعت اللحمة على حتت البطاطس دي وفوقيهم بقى رصيت البطاطس المحشية. ما تلزقوهمش في بعض قوي، سيبوا فراغ بسيط يخليكوا تعرفوا تطلعوا البطاطس بعد السوا من غير ما تكسروها. عشان كده قلتلكوا قيسوا بالطاجن قبل التقشير عشان يبقى عندكوا الفراغات دي وانتوا بتسووها. بعد ما حطيت كل البطاطس غطيت كل ده بالصلصة اللي عملتها، ودخلت الطاجن ده فرن كنت مسخنه على 200 ومشغله من فوق ومن تحت، او شغلوه من تحت بس لحد ما البطاطس اللي في الطاجن من تحت تستوي، بعدين شغلوه من فوق لحد ما الوش يتحمر.
طلعتها لما شكلها بقى عامل كده. بعرف انها استوت باني ادوق من البطاطس اللي تحت بين الفراغات والاقيها مستوية ومهرية كمان. البطاطس اللي باللحمة اللي تحت دي بتبقى تحفة برضو على فكرة. بس بص، رغم ان اللي من تحت اتهرى، البطاطس اللي فوق لسه ماسكة نفسها ومحتفظة باللحمة جواها. وكوجبة البطاطس دي لوحدها اصلا ممكن نعتبرها وجبة كاملة، يعني فيها كارب ولحمة وشوية خضار قليلين، بس ممكن تحتاجوا بصراحة جنبها سلطة. لكن انا بحب اعمل معاها رز بالشعرية. قولولي انتوا بتحبوا تعملوا ايه معاها؟ دي من احلى الحاجات اللي ممكن تاكلوها. معلقة واحدة فيها عيش محمص ورز وصلصة ولحمة، معلقة فتة. فعلا الفتة دي مش الحاجة الوحيدة، بس من الحاجات اللي بنستنى العيد عشانها. ميكس بسيط بس عبقري. الاساس فيه واللي حرفيا داخله في كل مكونات الاكله دي هي شوربه اللحمه. بما ان اللحمه هتتسلق، فاي نوع لحمه واي قطعه تنفع نستخدمها فيها. انا بحب على الفته اقطع اللحمه قطع صغيره كده، وساعات كمان اصغر من كده عشان تبقى فته بجد. وكمان عشان انا هحمرها، ولو حمرتها كبيره كده الكراست هيتكون من بره بس، لكن لو قطعتها المساحه اللي هيبقى عليها الكراست المتحمر هتزيد الحته دي. هتفهموا اكتر وانا بعملها في الاخر. دول كانوا نص كيلو. على الشوربه بتاعتهم حطيت 4 حبهانات وقرنفلتين وورقتين لورل و10 حبات فلفل اسود سلام وبصله متقطعه ومعلقه بس صغيره ملح. لما اللحمه استوت كويس صفيت الشوربه من البصل والتوابل ورجعت فيها اللحمه. هستخدم من الشوربه دي اللي محتاجه والباقي بشيله في الفريزر. والشوربه لسه سخنه عملت الرز. سيحت معلقه سمنه على نار بين الهاديه والمتوسطه، وحطيت فيها كوبايه رز مغسوله ومتصفيه. سامعين الصوت ده؟ ده صوت المية المتبقية على الرز من الغسيل وهي بتتبخر. عشان الرز يطلع مفلفل بقلبه في السمنة لحد ما الصوت ده يوطى خالص والسمنة تغطي حبات الرز من كل حتة وريحة الرز تبدأ تظهر شوية. هنا بحط مرة وربع كمية الرز شوربة، يعني الكوباية الرز حطيت كوباية وربع شوربة وعليهم معلقة صغيرة ملح. اول ما الميه بدات تغلي وطيت النار على اهدى حاجه في البوتاجاز وغطيت الحله وسبت الرز يستوي حوالي تلت ساعه. المده بتختلف على حسب كميه الرز. بعرف انه استوى لما ادوق حته من النص من فوق والاقيها مستويه. لو الحته دي مستويه فاكيد بقيه الرز اللي اقرب للحراره هو كمان مستوي. شلته وعملت الصلصه. سيحت معلقتين سمنة على نار بين المتوسطة والهادية وهرست فيها 4 فصوص توم وقلبتهم ثواني لحد ما بدأ لون التوم يتغير بس قبل ما يتحرق. هنا حطيت كوبايتين عصير طماطم متصفية وكوباية من الشوربة ومعلقتين كبار معجون طماطم ومعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود وربع معلقة صغيرة سكر، وقلبتهم كويس ووطيت النار وسبت الصلصة تغلي على نار هادية ربع ساعة. بعد الربع ساعة لما لونها بقى أقوى كده دقتها عشان أشوف لو ناقصة ملح وشلتها من على النار. والعيش بقى طبعا لازم يبقى عيش بلدي مصري. دول 3 رغيفة صغيرين. ما كانش طازة العيش اللي عندي بس مش مشكلة خالص لأننا كده كده هنحمصه. قطعته مربعات حوالي سنتي ونص في سنتي ونص كده ودلقت عليهم معلقتين سمنة سايحين وغطيت كل المربعات دي بالسمنة كويس. ممكن تحمصوه في الطاسة بس عشان تقرمش احسن انا بحطها في فرن متسخن على 200 وانا مشغل المروحة. اعملوها في الاير فراير من غير سمنة لو عاملين دايت، بس احنا في عيد يعني. طلعت العيش لما لونه اتحمص كويس وبقى مقرمش كده. بصعوبة جدا قاومت اني ماكلوش لوحده زي الشيبسي وبدأت احمر اللحمة. سيحت سمنة في طاسة على نار بين العالية والمتوسطة وحطيت فيها مكعبات اللحمة وقلبتها لما الوش الأول اتحمر. حاولوا تحمروا ال4 وشوش بس تابعوها كويس وما تسيبوهاش كتير عشان ما تتحرقش. وممكن أصلا تاكلوا اللحمة مسلوقة مش محمرة، كتير بياكلوها كده، بس زي ما قلتلكوا احنا في عيد يعني. بعد ما اتحمرت رشيت عليها الملح والفلفل الأسود وكده مش فاضل غير إن أرص الفتة. العيش هو بيبقى اول حاجه من تحت. حطيت عليه ربع كوبايه شوربه ونص كوبايه صلصه عشان يبقى فيه من طعمهم. لو اتحمص العيش كويس هيفضل مقرمش حوالي نص ساعه كمان، ما تقلقوش. فوق العيش حطيت الرز وسويته وعليهم الصلصه، واخر حاجه من فوق خالص هي اللحمه المحمره. وانتوا عارفين انا مش شاطر قوي في البليتنج وتزيين الاطباق وكده، بس شكل صينيه الفته على طول بيفتح النفس. وتعودنا طول عمرنا ان الفته بتتعمل في طبق واحد كبير وناكل منه كلنا، مش كل واحد في طبقه. دي بقت زي عاده من عادات العيد عندنا، بس طبعا كلوا الاكل زي ما تحبوه. اكتر نوع سمك بيتعمل سنجاري هو البوري، بس ممكن يتعمل بانواع تانية زي البولتي عادي. انا جبته مفتوح ومتنضف جاهز عشان مش بحب بهدله تنظيف السمك في البيت، لكن لو حابين ممكن تنضفوه في البيت عادي. المهم تبقوا عارفين ان الفرق بين تقطيعه السنجاري وتقطيعه الشوي العاديه هو ان السنجاري بيتفتح من الظهر كده مش من البطن، وفي مش بينضفوه من بره لان كده كده الجلد مش بيتاكل، بس انا بفضل انه يتنضف عشان الجلد يتهري خالص وهو بيستوي. وتشيلوا الشوك بقى او تسيبوه ده اختياري، بس لو الشوك اتشال بيبقى اسهل في الاكل. السمك السنجاري ده بقى بعمله تتبيله وخلطه. التتبيله عباره عن نص حزمه كزبره مع ربع حزمة شبت وأربع أو 5 أعواد كرفس، ودول عليهم فلفلة حمراء أو صفرة أو نص ونص، وعشان بحبه حراق شوية حطيت معاهم قرن فلفل حراق، وكمان حطيت طماطماية. وعلى السمك بحب التوم كتير فحطيت 4 فصوص توم كبار. بشرت كل ده في الكبة كويس لحد ما بقى ناعم خالص، وزودت عليه توابل عبارة عن معلقة صغيرة ملح وكزبرة وكمون ونص معلقة صغيرة بابريكا ورشة فلفل اسود.
وعصرت نص ليمونة صغيرة بس عشان بحب أكتر إن أحط الليمون بعد ما يستوي، وكمان زودت حوالي 4 معالق زيت زيتون. قلبت المكونات ودقتها، خلوا التتبيلة مالحة شوية عشان الملح والتوابل اللي فيها هي اللي هتتبل السمك نفسه. يعني دي أنا حسيت إن أنا محتاج أزود لها بس رشة ملح ورشة كمون. والسمك نفسه بقى دهنت ظهره بالزيت وحطيت عليه ملح، لو عندكم ملح خشن يبقى أحسن. حطيت بعد كده السمك ده على ظهره على صينية عليها ورقة زبدة، وغطيت اللحم بتاعه بالتتبيلة اللي عملتها، ودخلته فرن متسخن من تحت بس على درجة حرارة 220. كده قدامي 10 دقايق بس اعمل فيهم الخلطة عبارة عن بصلة متوسطة متقطعة جوليان، وفلفلة خضراء متقطعة شرايح، وجزرة مبشورة. سخنت زيت على نار بين العالية والمتوسطة، وحطيت فيه الخضروات دي وتبلتهم بنص معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة. في بيحطوا الخلطة دي نية على السمك، بس لما تتقلب في الزيت شوية الأول ده بيطريها وبيظبط قوامها وطعمها أكتر. ومش بسيبها لحد ما تغمق، هو بس لحد ما البصل يطرى والخضروات تدبل شوية. بعد 10 دقايق في الفرن طلعت السمك وحطيت عليه الخلطة اللي عملتها دي وليمون متقطع كده كشكل بس. بعدين دخلته الفرن مرة تانية، بس المرة دي شغلته من فوق وقربت الشبكة من الشواية عشان وش السمك والخلطة اللي عليه تتحمر. لما اتحمروا كده طلعته من الفرن، وعشان انا ذكي جدا مسكت الصينية وهي لسه طالعة من الفرن وسخنة بايدي كده عشان اوريها للكاميرا. بعد ما جريت عليها المية ودهنت المرهم اللي محدش بيحب ريحته ده، عصرت على السمك ليمون. الليمون المعصور قبل الاكل على طول ده في رأيي احلى بكتير من اللي بيبقى في التتبيلة من الاول. والسمك كان تحفة، التتبيلة اللي كانت مغطياه خلته طري جدا، وعشان حطيته في الاخر تحت الشواية فكان في حتت محمرة حلو. عادة بعمل معاه رز صيادية وسلطة طحينة، بس كنت جعان جدا ومقاومتوش وقعدنا انا وهدى ناكله بالشوكة كده من غير اي حاجة. والخلطة اللي عليه نفسها كانت حلوة تتاكل لوحدها. الفيديو ده غالبا هينزل يوم الجمعة اللي هو يوم السمك عند ناس كتير اعتقد، فجربوه وقولولي رأيكم، وقولولي هتاكلوا ايه جنبيه، رز صيادية ولا عيش. المكرونة البشاميل اللي أنا بحبها هي اللي بتبقى سايحة وكريمي ومليانة بشاميل كده. في ناس بتحبها بالصلصة وفي ناس بتحبها سادة، أنا شخصيا بحبها في الحالتين، ففي الفيديو ده عملتها نص ونص. بس عايزكوا تقولولي انتوا بتحبوها أكتر سادة ولا بالصلصة. والمكرونة البشاميل بتتعمل من 3 مكونات أساسية: المكرونة واللحمة المعصجة والبشاميل. عشان اعرف محتاج كمية مكرونة قد ايه للطاجن اللي هستخدمه، فالاول بحط المكرونة وهي نية فيه، لازم على الاقل تغطي البيز بتاعة الطاجن بالكامل وزيادة شوية. دي كده لما تنفش بعد السلق هعرف اعمل بيها طبقتين. ممكن تزودوا عن كده لو بتحبوا المكرونة اكتر، بس ما تقللوش عن الكمية دي. وللحمة المعصجة احتجت بصل، عشان ما بحبش احس بالبصل في المكرونة البشاميل، فببشر البصل في الكبة بشرة ناعمة لحد ما يبقى شكله كده، بس ممكن تبشروه بأي طريقة تحبوها. سخنت طاسة على نار بين المتوسطة والعالية، وعشان الطاسة ما بتلزقش واللحمة المفرومة عادة بيبقى فيها دهون، فحطيتها في الطاسة على طول من غير ما احط زيت ولا أي حاجة. ومهم اني ما اسحمش الطاسة بيها، فقسمت الكمية بتاعتي اللي هي كانت نص كيلو على ربعين. أول ما حطيت اللحمة فضلت أفتتها بالسباتيولا كده، وتبلت ربع كيلو اللحمة ده بنص معلقة صغيرة ملح وربع معلقة صغيرة فلفل اسود، والمفروض نص معلقة صغيرة برضو بهارات لحمة بس أنا نسيته هنا، هحطه بعد شوية. وفضلت أكمل في التفتيت وهي اللحمة بتستوي. لما اللحمة بقت شبه مستوية، يعني وصلت ل80% مثلا من السوى اللي أنا عايزه، شلتها من على النار وحطيت الربع كيلو التاني وعملت نفس الخطوات وحطيت نفس مقادير التوابل. بعد ما كمية اللحمة كلها شبه استوت شلتها من الطاسة وسيحت مكانها نص معلقة كبيرة سمنة، بس ممكن تبدلوها بالزيت عادي، وحطيت البصلة الكبيرة اللي كنت بشرتها وفضلت أقلبها في السمنة دي. لما البصلة لونها اصفر وطريت خالص كده حطيت عليها اللحمة اللي سويتها وقلبتهم. ممكن تستغربوا انا ليه ما حطيتش البصل واللحمة من الاول مع بعض، بس انا عامل فيديو كامل عن اللحمة المعصجة شارح فيه كل حاجة بالتفصيل، ممكن تشوفوه لو حابين. هنا بقى حطيت بهارات اللحمة اللي كنت نسيتها في الاول، دي بتقوي الطعم، وقلبت لحد ما اللحمة استوت بالكامل. لو هتعملوا المكرونة سادة يبقى كده اللحمة جاهزة، بس انا هعملها نص سادة ونص بالصلصة، فشلت اكتر من نص كمية اللحمة بشوية من الطاسة عشان اعمل بيهم النص السادة، وسبت الجزء اللي اقل من النص بشوية ده عشان اعمله بالصلصة. اول حاجة حطيت عليهم معلقة كبيرة مليانة معجون طماطم وقلبتها لحد ما غطت حبيبات اللحمة كويس. بعدين حطيت عليها نص كوباية عصير طماطم، العصير شكله عامل كده عشان كنت مجمده في الفريزر. حطيت كمان عليهم نص كوباية مية وسبت اللحمة تغلي في الصلصة دي 5 دقايق، وكده بقت جاهزة. هتلاحظوا ان بعد ما بزود الصلصة كمية اللحمة تحسوها بتزيد، عشان كده ما قسمتش اللحمة بالنص بالظبط. عشان اعرف محتاج بشاميل قد ايه بقيس في نفس الطاجن اللي هسوي فيه المكرونة كمية مية توصل للنص بالظبط،
دول طلعوا 2 لتر مية، يبقى المفروض على الأقل أعمل 2 لتر بشاميل. أنا عملت 2.5 عشان بحبه يبقى كتير. عادة بعمل البشاميل بالزبدة بس، لكن عشان بحب أدي للمكرونة البشاميل بالذات طعم مصري أكتر فبستخدم ميكس من السمنة البلدي والزبدة. دول كده مجموعهم 14 معلقة كبيرة دهون، حطيت عليهم 10 معالق كبيرة دقيق. دول كمية مناسبة ل2 لتر. دوبت الدقيق في الدهون دي. وعلى فكرة عملت قبل كده برضو فيديو كامل عن البشاميل شرحت فيه كل حاجة عن الصوص ده بالتفصيل، ممكن تشوفوه برضو لو حابين. اول ما الدقيق داب حطيت لترين لبن اللي هو حليب للي مش من مصر، بس حطيتهم شوية شوية وانا بقلب. اول ما الصوص يمسك نفسه احط كمية تانية من الحليب وكده لحد ما حطيت كمية الحليب كلها. وهنا بقى تبلت كمية البشاميل دي بمعلقتين صغيرين ملح ومعلقة صغيرة فلفل أبيض، ده ممكن تبدلوه بالفلفل الأسود لو مش عندكم. وعشان أقوي الطعم حطيت مكعب مرقة لحمة، بس دي اختياري. وممكن تبدلوها بإنكم تنقصوا كوباية حليب من البشاميل وتزودوا كوباية شوربة لحمة. قلبت كويس ودقت عشان أظبط الملح والفلفل، وكده بقى جاهز. قسمت بقى كمية البشاميل دي ربع وتلات أرباع. ربع قلبت فيه المكرونة اللي سلقتها، والشكل طبعا اللي بتتعمل بيه هو البنة. وما سلقتهاش بالكامل، خليتها الدنتي، يعني شلتها قبل ما تستوي بشوية عشان هتكمل سوا في الفرن. وعلى فكرة برضو عملت فيديو كامل عن تسوية المكرونة. المكرونة كانت رافضة انها تتحط في البشاميل عشان سبتها شوية بعد ما سلقتها فزعلت تقريبا. حطيت عليها شوية مية دافية ففكت ونزلت عادي في البشاميل. قلبتها كويس لحد ما غطاها بالكامل. وهنا بقى بدأت أرص الطاجن. أول طبقة من تحت حطيت كمية مكرونة تغطي البيز بالكامل، وفوقيها حطيت اللحمة نص سادة ونص بالصلصة ووزعتهم كويس. وفوق حطيت بقية كمية المكرونة ووزعتها برضو. واخر حاجة من فوق بقيت كمية البشاميل اللي كنت سايبها. سخنته تاني قبل ما احطه عشان يبقى سايل ويتوزع كويس ويملى الفراغات اللي بين المكرونة. واتأكدت برضو انه وصل لتحت باني عديته بسكينة زبدة كده من على الاطراف ومن بين المكرونة في النص عشان يملى فعلا الفراغات وكل المكرونة تبقى سايحة في البشاميل. وزعته من فوق برضو كويس وهزيت الطاجن وخبطته عشان يتساوى البشاميل من فوق. ومش بحب ازود جبنة ولا اي حاجة هنا، الطريقة الكلاسيك العادية للبشاميل بالنسبة لي هي احلى حاجة. دخلت الطاجن ده فرن مسخنه من فوق وتحت على 220. لو فرنكم مش بيشتغل من فوق وتحت مع بعض شغله من تحت لحد ما الاطراف تبدأ تغلي، بعد كده شغله من فوق. ولو عندكم في الفرن مروحة شغلوها هتسرع الموضوع اكتر كمان. طلعتها من الفرن لما الوش اتحمر كده، سيبوها اكتر من كده او اقل على حسب ما تحبوا. كده كده كل المكونات اللي جوه مستوية فمش خايفين ان حاجة تطلع نية. بحب اكلها وهي لسه سخنة عشان تبقى سايحة وكريمي كده. لو بتحبوها ماسكة نفسها سيبوها تبرد ربع ساعة او اكتر قبل ما تقطعوها. بس قولولي بتحبوها ازاي، بالجبنة ولا من غير جبنة، وبالصلصة ولا سادة وسايحة ولا ماسكة نفسها. وطبعا لو لسه بتتفرجوا، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.